في ناس كتيرة أوي لمّا بييجي لي مسدجات برضه مش مكتئبين عشان ينتحروا، هو مش الاكتئاب بس اللي بيؤدي للانتحار، في ناس خلاص اعتادت على النِّعَم اللي حواليها، بقوا حاسين إن ما فيش جديد من كتر ما حياتنا بقت مليانة حاجات كتيرة أوي إحنا شايفينها عادية. يعني في ناس حست إن هو أنا ليه ما ابقاش عندي زي فلانة، هو أنا ليه ما اتجوزش، هو أنا ليه قاعدة لغاية دلوقتي من غير جواز، أنا حياتي وحشة. من ضمن الرسايل اللي جات لي رسالتين عكس بعض، واحدة بتقول لي: دينا أنا عندي كل حاجة، كل حاجة تتخيليها ومش مبسوطة، وحاسة إن أنا طول الوقت عندي اكتئاب، وناس كتيرة أقل مني معهاش فلوس ولا عندها اللي عندي وعايشة سعيدة، فأنا مش عارفة ليه الإحساس ده. أوقات اعتيادنا على النعم بيخلينا خلاص حاسين إن دي حاجة بقت موجودة معانا ومش هتروح مننا وتمام. أنا بالنسبة لي حاسة إن الحل للموضوع ده إن إحنا طول الوقت نفكر نفسنا بالنعم. هو أنا صحتي كويسة؟ الحمد لله، دي نعمة كبيرة قوي، فساعتها هشيل جزء من الاكتئاب. هو أنا معايا فلوس؟ دي نعمة كبيرة قوي أنا برضو مش حاسة بيها. هو أنا عندي ولاد؟ دي نعمة كبيرة قوي مش عند غيري. هو أنا جوزي كويس؟ دي نعمة كبيرة. أوقات كتيرة لما نقعد نفكر نفسنا بالنعم الاكتئاب بيروح واحدة واحدة، أقول هو أنا مكتئبة ليه وعندي كل الحاجات دي؟ ولا الناس اللي ما عندهاش دي الحاجات دي تعمل إيه؟